أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست قيمي. النهاردة حلقة جديدة بعنوان الحياة غالية بس أنت أغلى. رحلة جوه نفسنا، جوه الضغوط اللي بنحس بيها كل يوم. عارف إحساس لما تصحى الصبح وتحس إن الدنيا تقيلة أوي على كتافك، ولما تسأل نفسك كل يوم هي ليه الحياة بقت صعبة أوي كده؟ ليه بقينا دايما حاسين إننا مش قادرين، زي ما يكون في حاجة مكتفة إيدينا ورجلينا؟ أنا عارف إن الأسئلة دي بتدور في دماغ ناس كتير مننا. بنشوف الدنيا بتجري بسرعة والمطالب بتزيد والضغوط بتكتر من كل ناحية. ساعات بنحس إن إحنا تايهين ومش عارفين إحنا رايحين فين ولا بنعمل إيه بالظبط. بنحس إن إحنا بنجري في ساقية ومش بنوصل لحاجة. في الحلقة دي أنا مش جاي أقول لك كلام تنمية بشرية محفوظ ولا جاي أديك حلول سحرية لكل مشاكلك، لأ. أنا جاي نمشي مع بعض خطوة بخطوة ونفهم أكتر إيه اللي بيحصل جوانا وبرانا. جاي عشان نفضفض سوا ونحاول نلاقي بصيص نور في آخر النفق. هنتكلم عن الغلا اللي طاحن الناس، وعن الإحساس بالخنقة من المصاريف والمسؤوليات، وهنتكلم عن إزاي الفلوس ساعات بتتحكم في قراراتنا وبتخلينا نتنازل عن أحلامنا. هنتكلم عن وجع المقارنة اللي بنشوفه كل يوم على السوشيال ميديا وبيحسسنا بالفشل. وهنتكلم عن القناع اللي بنلبسه عشان نبان أقوياء وإحنا من جوانا بننهار. هنتكلم عن الصمت اللي بنختاره ساعات وبيخنقنا أكتر. بس الأهم من كل ده هنتكلم عن الأمل، عن إزاي ما نستسلمش حتى لو الدنيا كلها ضلمت في وشنا. خليك معايا وخلينا نبدأ الرحلة دي سوا. يمكن ما نلاقيش كل الإجابات، بس يمكن نلاقي شوية راحة وشوية فهم وشوية أمل يخلونا نقدر نكمل. أول حاجة بتقابلنا كل يوم الصبح ويمكن أكتر حاجة بتضغط على أعصابنا هي هموم المعيشة. الغلا اللي ملوش آخر اللي احنا فيه ده. فاكر زمان لما كانت ال1000 جنيه دي مبلغ وقدره؟ دلوقتي يا دوب تكفي كام يوم بالعافية. كل حاجة سعرها بيزيد والمرتبات يا دوب بتتحرك، والواحد بيلاقي نفسه بيجري ومش لاحق. عايز أحكي لك عن عم إبراهيم. عم إبراهيم ده راجل على قد حاله، شغال عامل باليومية وعنده أسرة وأولاد في مدارس. كان زمان بيقدر يدبر أموره ويجيب طلبات البيت ويفرح ولاده بحاجة حلوة آخر الأسبوع. دلوقتي عم إبراهيم بقى بيصحى كل يوم شايل هم هيجيب أكلهم وشربهم منين. الأسعار بقت نار واليومية اللي بياخدها ما بقتش تكفي نص احتياجاته. بيحكي لي هو عينه مدمعه وبيقول لي: يا ابني أنا مش طالب قصور ولا عربيات، أنا كل اللي عايزه أستر ولادي وأكلهم لقمة حلال. بس بقيت بحس إني عاجز، بقيت أرجع البيت مكسور، خايف أبص في وش مراتي وولادي وأنا إيدي فاضية. بقيت بخاف من بكرة وبخاف العيال يطلبوا حاجة معرفش أجيبها لهم. كلام عم إبراهيم ده مش مجرد شكوى، ده وجع حقيقي يحس بيه ملايين زينا. إحساس إنك بتشتغل وتتعب وتعمل اللي عليك وفي الآخر مش قادر توفر الأساسيات لبيتك ولولادك. إحساس بالخنقة كأن الحيطان بتقفل عليك والمسؤوليات بتزيد والمصاريف بتكتر وإنت واقف مكانك مش عارف تعمل إيه. المشكلة بس مش في قلة الفلوس، المشكلة في الإحساس اللي بيجي معاها. الإحساس بالعجز، الإحساس بالتقصير، الإحساس إنك أقل من غيرك. تبدأ تبص حواليك تلاقي ناس عايشة مرتاحة وناس بتصرف وإنت يا دوب بتكح تراب. فتبدأ تسأل نفسك: وأنا ليه كده؟ هو أنا بعمل إيه غلط؟ وهنا بنقع في فخ تاني خالص، فخ جلد الذات. بنبدأ نلوم نفسنا على ظروف ممكن تكون أكبر مننا، وبننسى إن الرزق ده بتاع ربنا وإن كل واحد ليه نصيبه في المقسوم. بننسى إن الغنى والفقر ده ابتلاء من ربنا بيختبر بيه صبرنا وشكرنا. طبعا ده مش معناه إن إحنا نستسلم للفقر أو ما نسعاش لتحسين وضعنا، لا طبعا. ربنا أمرنا بالسعي والعمل لما قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
لازم نمشي ونسعى وناخد بالأسباب، زي ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لازم نشتغل ونجتهد، ولكن واحنا بنسعى لازم قلبنا يكون متعلق بالله. لازم تكون مؤمن إن الرزق مش بشطارتنا ولا بذكائنا، ده التوفيق من ربنا وبركة منه. لازم تكون راضي باللي ربنا قسمهولك حتى لو كان قليل. الرضا ده مش مجرد استسلام، الرضا ده طمأنينة في القلب، بتخليك تكمل سعيك وانت مرتاح البال ومش ساخط ولا حاسد على حد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام يريح القلب قوي في الموضوع ده، بيقول: وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. شوف الجمال، الغنى الحقيقي مش في كتر فلوس، الغنى الحقيقي في الرضا، في الرضا باللي ربنا قسمهولك. لما ترضى بتحس ان انت مالك الدنيا حتى لو جيبك فاضي. وبيقول كمان عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني رزقك مكتوب لك وهيوصل لك، هيوصل لك مهما حصل، فاطمن واعمل اللي عليك وسير بقى على ربنا. عم إبراهيم وكل واحد زي عم إبراهيم محتاج يسمع الكلام ده، محتاج يفتكر إن انتوا مش في الفلوس اللي في جيبه، انتوا في سعيه وفي تعبه وفي صبره وفي إيمانه بربنا. محتاج يعرف إنه مش لوحده، إن ربنا شايف تعبه وشايف همه ومش هيضيعه. صحيح الظروف صعبة والغلا خانق، بس لازم نفتكر إن ربنا أرحم بنا من نفسنا. لازم ندعي ونلجأ ليه. الدعاء بيغير الأقدار، وربنا قال: وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خلينا نسعى ونجتهد وناخد بالأسباب، وفي نفس الوقت نرضى باللي ربنا كاتبه وندعيه بيقين إنه يرزقنا من فضله ويبارك لنا في رزقنا. وخلينا نحس ببعض ونساعد بعض على قد ما نقدر. الكلمة الطيبة والمساعدة البسيطة ممكن تفرق كتير قوي في حياة حد شايل هم الدنيا. هم لقمة العيش ده تقيل جدا، بس ساعات بيحصل الهم ده بيكبر وما بيبقاش بس هم أكل وشرب، بيبقى هم تاني خالص لما تلاقي الفلوس هي اللي ممشية حياتك ومقررة مصيرك. وده اللي هنتكلم فيه في الفصل الجاي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هم لقمة العيش والغلا اللي تعبنا كلنا، بس ساعات الموضوع بيكبر عن كده. ساعات الفلوس مش بس بتضغط علينا عشان نوفر الأساسيات، لأ، دي بتبدأ تتحكم في حياتنا كلها، بتخلينا ناخد قرارات عمرنا ما كنا نتخيل إننا ناخدها، وممكن كمان تخلينا نتخلى عن أحلام كنا بنحلم بيها وإحنا صغيرين. فاكر أحلامك وإنت صغير؟ فاكر لما كنت بتقول عايز أطلع طيار أو دكتور أو فنان أو أي حاجة قلبك كان بيحبها؟ كنا بنحلم ببراءة من غير ما نفكر في الفلوس ولا في الواقع ولا أي حاجة. بس زي ما باولو كويلو قال: لما بتكون عايز حاجة بجد الكون كله بيتحد عشان يساعدك تحققها. بس شكل الكون ده ساعات بيحط شروط مادية. بنكبر ونلاقي سقف الواقع بيخبط في دماغنا، نكتشف إن التعليم الكويس عايز فلوس كتير، وإن الموهبة محتاجة إمكانيات، وإنك عشان تمشي ورا حلمك محتاج وقت وفلوس ممكن ما يكونوش معاك أصلا. وهنا بنقف محتارين: نسمع كلام قلبنا ونمشي ورا حلمنا ونخاطر بالبهدلة، ولا نختار الأمان المادي حتى لو هندفع ثمنه من روحنا؟ عايز أحكي لك حكاية نادية. نادية دي بنت شاطرة ومليانة حيوية، كان عندها حلم كبير إنها تشتغل في العمل الاجتماعي وتساعد الناس الغلابة والمهمشين. كانت بتحب التطوع وبتحس إن ليها دور في الدنيا دي. دخلت الكلية اللي بتحبها وتفوقت، وكانت شايفة مستقبلها واضح قدامها: شغلانة في جمعية خيرية وتكمل دراسات عليا، ويمكن في يوم من الأيام تعمل مبادرة خاصة بيها. بس فجأة الدنيا اتشقلبت، باباها تعب وما بقاش قادر يشتغل والديون كترت على البيت. نادية لقت نفسها هي المسؤولة عن اخواتها الصغيرين وابوها وامها. حلم الشغل في العمل الاجتماعي بمرتباته اللي غالبا بتبقى ضعيفة في الأول بقى رفاهية ما تقدرش عليها. جات لها فرصة شغل في بنك كبير ومرتب مغري جدا، بس الشغلانة بعيدة جدا كل البعد عن كل اللي بتحبه وبتؤمن بيه.
نادية وقفت قدام أصعب قرار في حياتها. قلبها بيقول لها كملي في طريقك، وعقلها بيقول لك أهلك محتاجين لك. وبعد تفكير كتير وصراع جواها اختارت الأمان المادي وراحت اشتغلت في البنك. نجحت نادية في شغلها وبقت موظفة شاطرة وقدرت تسد ديون أهلها وتعيشوا معيشة كويسة. بس في حاجة جواها انطفت. كل يوم الصبح وهي لابسة البدلة الرسمية ورايحة البنك كانت بتحس إن هي لابسة قناع مش بتاعها. بتتعامل مع أرقام وفلوس وقلبها بيحن للناس الحقيقية، لقصصهم ومشاكلهم والإحساس إنها بتعمل فرق في حياتهم. حلمها القديم بقى زي الشبح اللي بيطاردها، بيفكرها هي كانت عايزة تبقى إيه وبقت إيه. قصة نادية دي ووجعها هي قصة ناس كتير حوالينا، ناس الظروف أجبرتهم يبيعوا أحلامهم عشان لقمة العيش وعشان الأمان. الشباب الموهوب اللي اشتغل وظيفة حكومية مملة عشان أضمن، البنت اللي كانت بتحب الأدب والشعر واشتغلت في التسويق عشان ده اللي ماشي في السوق، الدكتور اللي كان نفسه يتخصص في أبحاث السرطان واختار تخصص تاني بيكسب أكتر عشان يفتح حياته بسرعة. لما الفلوس بتبقى هي البوصلة الوحيدة اللي بتحركنا بنفقد حريتنا الحقيقية، حرية إن احنا نختار الطريق اللي شبهنا، اللي ماشي مع قيمنا ومع اللي بنحبه بجد. بنبقى عاملين زي التروس في مكنة كبيرة، بنلف ونشتغل بس من غير ما نحس بمعنى أو هدف. زي ما ستيف جوبز قال، شغلك هياخد جزء كبير من حياتك، والطريقة الوحيدة عشان تكون مبسوط بجد هي إنك تعمل الحاجة اللي انت شايفها عظيمة. والطريقة الوحيدة عشان تعمل حاجة عظيمة هي إنك تحب اللي بتعمله. طب وإيه العمل؟ لما بقيناش بنحب اللي بنعمله، أو لو الشغل بقى مجرد فلوسه بس. الإحساس ده بالغربة عن نفسك ممكن يخليك تحس إنك مالكش قيمة. لما نربط قيمنا باللي بنملكه بندخل في دايرة ما بتنتهيش، دايرة من الجري ورا الفلوس، وبننسى إن قيمتنا الحقيقية في إنسانيتنا، في أخلاقنا وفي علاقاتنا وفي الخير اللي بنعمله. هنا بقى بيجي دور الدين عشان يوزن الأمور ويظبطها. الإسلام مش ضد إنك تسعى للرزق وتغتني بالحلال، بالعكس بيشجع على الشغل والكسب الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: نعم المال الصالح للمرء الصالح. يعني الفلوس في إيد الإنسان الكويس ممكن تبقى أداة للخير ومساعدة الناس وعمارة الأرض. لكن الإسلام بيحذر قوي من إن الفلوس تبقى هدف، أو إن تبقى هي هدفك الأكبر، وإنها تستعبد قلبك وتتحكم في مصيرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آية بتفوقنا وتفكرنا إن الدنيا دي كلها على بعضها ما تسواش، وإن الآخرة هي الأهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من فتنة المال وبيقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وبيقول كمان كلام بيخوف قوي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضى وإن لم يعطي سخط. تعس وانتكس، يعني يتعستك لو بقيت عبد للفلوس، تفرح لو جت وتزعل لو ما جتش. المطلوب هو التوازن، نسعى ونشتغل وناخد بالأسباب، بس قلبنا يبقى متعلق بربنا، مؤمنين إن الرزق مقسوم وإن البركة أهم من الكترة. ربنا بيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التقوى والتوكل هما المفتاح. نادية اللي في قصتنا يمكن لو كانت فاكرة المعاني دي كان قرارها اختلف شوية، أو على الأقل كان تعاملها مع شغلها اختلف. يعني كان ممكن دورت على طريقة تدمج بيها حلمها مع شغلها، تتطوع في وقت فراغها، تدعم جمعيات خيرية بجزء من مرتبها. يعني كانت حطت خطة إنها ترجع لمجالها اللي بتحبه بعد ما ظروف أهلها تستقر. المهم إنها ما تفقدش الأمل وما تسمحش للشغلانة إنها تبلعها وتمحي شخصيتها. الإمام الشافعي بيقول كلام جميل أوي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني،
ولو كان في قاع البحار العوامق. اليقين ده بيحررك من عبودية الفلوس، وبيديك الشجاعة تاخد القرارات اللي شبهك حتى لو كانت مكاسبها المادية أقل. يخليك تعرف إن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، وإن السعادة الحقيقية في رضا ربنا وخدمة الناس. فكر كده مع نفسك، إن أنت اللي بتتحكم في فلوسك ولا هي اللي بتتحكم فيك؟ بتستخدمها عشان تحقق أهداف أحسن وأكبر، ولا هي اللي بقت الهدف نفسه؟ بتسمح لها إنها تختار لك طريقك وتقتل أحلامك؟ قيود الفلوس ممكن تكون صعبة أوي، بس في قيد تاني ممكن يكون أصعب ويوجع أكتر. القيد اللي بنفرضه على نفسنا لما نبص للي في إيد غيرنا وننسى اللي في إيدينا. ده بقى وجع المقارنة، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الفصل الجاي. خلصنا كلام عن ضغط الفلوس والغلا، وعن إزاي إن المادة ممكن تكتف أحلامنا. بس في وحش تاني عايش وسطنا اليومين دول، بيتغذى على قلقنا وبيمص سعادتنا. وحش المقارنة. زمان كنا بنقارن نفسنا باللي حوالينا، جيراننا وقرايبنا وزمايلنا، ناس بنشوفهم على طبيعتهم بحلوهم بمرهم. دلوقتي السوشيال ميديا فتحت علينا باب من أبواب جهنم، باب المقارنة. ما بنقارنش نفسنا باللي نعرفهم وبس، لأ، بقينا بنقارن نفسنا بالعالم كله، أو بمعنى أصح بالصور المتلمعة والملفتة اللي الناس بتختار إن هي توريها لنا. كل يوم بنغرق في بحر صور لناس مسافرة جزر الأحلام، وناس بتحتفل بنجاحات خرافية، أجسام متفصلة، علاقات شكلها بيرفكت، بيوت وقصور، حياة كأنها فيلم سينمائي. تعالى كده نفكر في حكاية هبة. هبة بنت طيبة وعلى نيتها، بتشتغل شغلانة عادية وبتكافح في حياتها الهادية. بس هبة بتقضي ساعات كل يوم بتقلب في انستجرام والفيسبوك وتيك توك، وعينيها بتاكل الشاشة أكل وهي بتتفرج على حياة الناس التانية. بتشوف زميلتها القديمة اللي اتجوزت واحد مليونير ومقضيها سفر وشوبينج. تشوف الانفلونسر الفلانية اللي هي حياتها عبارة عن نجاح وفسح وهدايا ما تتعدش. وتشوف صور ولاد صاحبتها في المدارس الانترناشونال، وهي بالعافية بتدفع مصاريف مدرسة ولادها الحكومية. كل صورة وكل ستوري وكل بوست بيغرس جوه قلب هبة إحساس إن هي قليلة وإن هي ناقصة، وبتبدأ المقارنة تشتغل في دماغها. طب اشمعنى أنا لأ؟ وأنا عملت إيه غلط عشان أعيش كده؟ وأنا أقل منهم في إيه؟ لا أقل منهم ذكاء ولا جمال ولا حظ. اللحظة اللي المفروض تبقى راحة وتسلية قدام الموبايل بتتحول لجلسات تعذيب نفسي، تطلع منها هبة محبطة أكتر وقلقانة أكتر وكارهة عيشتها أكتر. المقارنة دي زي ما قال ثيودور روزفلت، حرامي الفرحة. بتسرق مننا القدرة إننا نستمتع باللي في إيدينا، وتخلينا مركزين بشكل مرضي على اللي ناقصنا بس. بتولع جوانا نار الحسد والغيرة والسخط، ودي مشاعر بتسمم روحنا وتدمر سلامتنا وعلاقتنا بالناس. وزي ما الفيلسوف كريجور قال، المقارنة هي نهاية السعادة وبداية الاستياء. والمصيبة الأكبر في مقارنات السوشيال ميديا دي إن هي مقارنات ظلمة جدا. إحنا بنقارن حياتنا الحقيقية بكل لخبطتها ومشاكلها وتعبها والكواليس اللي إحنا عارفينها كويس، بواجهة المسرح المتزوقة والمتلمعة بتاعت حياة الناس التانية. بينسى إن ورا الضحكة الحلوة دي ممكن تكون في دموع محدش شافها، وورا صورة السفر الفاخر ده ممكن تكون في ديون وقروض، ورا النجاح اللي بنشوفه ده غالبا في سنين من التعب والفشل والبهدلة محدش صورها ولا نزلها. الصور المثالية اللي بنشوفها طول الوقت دي بتدينا إحساس كداب إننا لوحدنا اللي تعبانين، وإن كل الناس عايشة في الجنة إلا إحنا. وده بيزود إحساسنا بالعزلة والإحباط والفشل، وبنبدأ نلوم نفسنا ونفقد الثقة في روحنا وفي قدراتنا. طيب نعمل إيه عشان نحمي نفسنا من الوباء النفسي ده؟ هل الحل إننا نقاطع السوشيال ميديا خالص؟ ممكن ده ينفع مع ناس كحل مؤقت أو دائم، بس الحل الأساسي هو إننا نغير تفكيرنا إحنا ونقوي مناعتنا النفسية. أول حاجة لازم نزرع جوه قلوبنا وعقلنا حقيقة إن كل واحد فينا ليه قصة وليه ظروف وليه تحديات وليه رزقه المقسوم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم:
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق بحكمة إحنا ما نعرفهاش، والاختلاف بين الناس ده مش ظلم، ده عشان نكمل بعض ونخدم بعض، ورحمة ربنا ورضاه أحسن من كنوز الدنيا. تاني حاجة لازم نتعلم ونعيش بفضيلة القناعة والرضا. القناعة كنز ما بيخلصش زي ما علمنا سيدنا النبي، والرضا مش معناه انك تكسل او تستسلم او تموت طموحك، لا، الرضا ده حالة في القلب، سكينة وهدوء وامتنان للي ربنا قسمهولك دلوقتي، وانت في نفس الوقت بتسعى وتجتهد عشان توصل للأحسن بالحلال. الرضا انك تفرح باللي في ايدك وانت بتسعى للي نفسك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يعني النجاح الحقيقي في الإسلام ورزقك بيكفيك، وإن ربنا يرزقك القناعة باللي اداهولك. يمكن أحسن نصيحة في علاج مرض المقارنة ده هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر أن لا تزدردوا نعمة الله عليكم. يا على الحكمة، لما عينك تتعود تبص للي أقل منك في الصحة أو الفلوس أو العيال أو أي نعمة هتعرف قيمة النعم اللي انت فيها، ولما تبطل تبص للي أحسن منك بعين الحسد والمقارنة قلبك هيرتاح من التعب والجري الوهمي، وهتتخلص من إحساس النقص المر اللي عندك. تالت حاجة لازم نقلل تعرضنا للحاجات اللي بتولع نار في المقارنة دي. ممكن تحدد وقت معين للسوشيال ميديا، ممكن تعمل انفولو للحسابات اللي بتحسسك بالضيق أو إنك قليل، وتركز أكتر على الحاجات المفيدة والملهمة اللي بتضيف لحياتك مش بتنقص منها. وزي ما كان نيوبورت بيقول في كتابه التقليدية الرقمية: الموضوع مش إنك ترفض التكنولوجيا، الموضوع إنك تستخدمها بوعي عشان تحقق أهدافك وقيمك. هبة اللي في قصتنا محتاجة ترفع راسها من شاشة الموبايل وتبص لحياتها بعين الرضا والتقدير. محتاجة تشوف نعمة الصحة، نعمة ولادها اللي مالين عليها الدنيا، نعمة جوزها اللي بيسندها، نعمة شغلها اللي بيسترها. محتاجة تركز على أهدافها هي، تطور من نفسها، تقضي وقت حلو مع أسرتها، تعمل علاقات حقيقية في الواقع مش في الخيال. محتاجة تفتكر إن قيمتها مش بعدد اللايكات ولا الفولورز ولا بحياتها شكلها إيه مقارنة بالتانيين، قيمتها بتقواها وشغلها الكويس وأثرها الطيب في اللي حواليها. ربنا بيقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولازم نعرف إن معظم الناس مش بتبص لحياة غيرها عشان تتعلم أو تاخد منها أفكار، هي بتبص عشان تقارن وتحكم. خلينا نغير النضارة اللي بنشوف بيها نفسنا والناس، خلينا نبص بعين الرحمة والتقدير والرضا، ونفتكر كلام الإمام الغزالي: لو كشف الحجاب عن أقدار الناس ما اختار الإنسان إلا ما اختاره الله له. المقارنة بتضغط علينا من بره وبتوجع، بس إيه بقى الضغط اللي بيجي من جوانا إحنا؟ الضغط اللي بنخبيه ورا قناع القوة الكذابة، وده اللي هنشوفه في الفصل الجاي. اتكلمنا على الضغوط اللي جاية من بره، ضغط العيشة وضغط المقارنة، بس في ضغط تاني خفي وممكن يوجع أكتر، الضغط اللي طالع من جوانا واحنا مصممين نخبيه، القناع اللي بنلبسه عشان نبان جامدين صلبين ما بنتهزش، واحنا من جوانا الدنيا قايمة قاعدة قلق وتعب وهم. المجتمع بتاعنا للأسف ساعات بيفرض علينا صورة كده للقوة ملهاش لازمة، يقولك الراجل لازم يبقى حيطة سد، ما يشتكيش وما ينزلش دمعة، والست لازم تبقى صبارة، تشيل الهم وتسكت وتضحي وهي ما بتنطقش. بقى عيب إنك تظهر مشاعرك الحقيقية، خصوصا لو ضعف أو حزن أو خوف، كأن دي قلة أصل مش جزء طبيعي من كونك بني آدم. بس هي دي القوة بجد؟ يعني لما تكتم مشاعرك وتطنش الإشارات اللي جسمك وعقلك بيبعتها لك، ده معناه إن أنت جامد؟
ولا ده مجرد إنك بتكدب على نفسك وبتحوش جواك ضغوط لحد ما تفرقع في وشك؟ تعال نفكر في حكاية كريم. كريم ده في عين كل الناس مثال للنجاح والجدعنة، مدير مكتب في شركة كبيرة مهمة وزوج كويس وأب حنين وصاحب جدع الكل بيتسند عليه. وشه دايما بيضحك، كلامه كله ثقة وطمأنينة، تحس إنه معاه حل كل حاجة وعلاج لكل داء. عمر ما حد شافه بيشتكي أو متضايق أو حتى باين عليه التعب. بس ورا الحيطة الناشفة دي كريم كان عايش في حرب مع نفسه. ضغط الشغل كان فظيع، المنافسة كانت صعبة، والمسؤولية اللي على كتافه كانت هتقطم له ظهره. وفي البيت طلبات الأسرة وتوقعاتهم كانت حمل زيادة. كان حاسس إنه ماشي على حبل فوق بير ملوش قرار، وأي غلطة ممكن توقعه. كان خايف يفشل، خايف يخذل اللي حواليه، خايف تبان حقيقته إنه بني آدم عادي ليه نقطة ضعف وليه مخاوف. كان بيرجع بيته بالليل وبعد ما يطمن إن الكل نام يقفل على نفسه في مكتبه الضلمة، وهنا بس كان بيسمح لنفسه يحس بتقل الدنيا على صدره. نوبات القلق كانت بتجيله والأرق كان بيسرق نومه، والصداع ما بقاش يفرقه، وكان حاسس بوحدة قاتلة مع إنه طول النهار في وسط ناس، بس كان رافض تماما يشارك أي حد باللي هو فيه. وكان بيقول لنفسه لازم أبقى قوي، ما ينفعش أضعف. في خلط كبير وخطير بيحصل بين القوة الحقيقية وبين الكتمان وقفل القلب على المشاعر. القوة الحقيقية مش معناها إنك ما بتضعفش أو ما بتخافش أو ما بتزعلش، لأ. القوة الحقيقية إنك تعترف بالمشاعر الإنسانية الطبيعية دي وتفهمها وتتعامل معاها بطريقة صحية ومفيدة. القوة الحقيقية في مرونتك النفسية، في قدرتك على إنك تقوم تاني لما تقع، في إنك تطلب المساعدة لما تحتاجها من غير كسوف، في إنك تعرف آخر طاقتك فين وتحترمها. أما الكتمان المستمر ده عامل زي لما تكون بتحاول تقفل بق بركان هايج. ممكن تيجي تخبي الدخان والنار شوية، بس لما الضغط يزيد، وهيجي يوم ويزيد، البركان ده هينفجر بشكل يدمر كل حاجة حواليه. الكتمان بيمص طاقتك النفسية والجسمانية، بيعمل توتر بيتراكم وبيظهر بعد كده في شكل أمراض جسمانية زي القلب والضغط والقولون والصداع وضعف المناعة والسكر، أو أمراض نفسية زي الاكتئاب والقلق ونوبات الهلع والإرهاق العاطفي. عالم النفس كارل يونغ بيقول حاجة معناها اللي ما بنواجهوش جوانا بنقابله في شكل قدر. يعني المشاعر والأفكار اللي بنرفض نعترف بيها ونتعامل معاها هتفضل تطاردنا وتأثر على حياتنا وقراراتنا من غير ما نحس. الإسلام بجماله وواقعيته ما طلبش مننا نبقى ملائكة ما بتأثرش أو صخر ما بيتألمش، لأ، اعترف بطبيعتنا البشرية بتقلباتها وضعفها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي على ابنه إبراهيم لما مات وبيقول إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما اعترفش بحزنه؟ لا، عبر عنه بكلام صادق، بس برضه ربطه بالرضا بقضاء الله. وشوف سيدنا يعقوب عليه السلام وهو رمز الصبر لما قال بعد ما فقد سيدنا يوسف وأخوه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى لربنا والاعتراف بالضعف والحزن قدامه مش ضعف ومش نقص في الإيمان، دي عين العبودية واللجوء لمصدر القوة الحقيقي. الابتلاءات والضغوط دي جزء أصيل من رحلة الحياة، دي سنة ربنا في خلقه عشان يختبرنا ويرفع درجاتنا. ربنا بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر هنا مش كتمان سلبي، ده تحمل إيجابي واستعانة بربنا وتسليم لأمره مع محاولة إنك تتجاوز المحنة. ده الصبر الجميل اللي القرآن بيتكلم عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعرفنا قوة الحقيقية وبيقول ليس الشديد بالصرعة، يعني اللي بيغلب الناس بعضلاته، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
يعني القوة مش في العضلات ولا في إنك تموت كل اللي حواليك، القوة في إنك تتحكم في أعصابك ومشاعرك وقت الغضب والشدة. وبيقول كمان: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة دي بتشمل قوة الإيمان وقوة العزيمة وقوة الصبر وقوة إنك تواجه تحديات الحياة بمرونة وحكمة. كريم اللي في قصتنا محتاج قوي يقلع قناع الجدعنة الكذاب ده ويعترف إنه محتاج دعم ومساندة. محتاج يفهم إن الاعتراف بالضغط مش ضعف، دي أول خطوة عشان تخف. محتاج يلاقي حد يثق فيه يفضفض له باللي في قلبه، مراته، صاحبه الأنتيم، أخوه، أو حتى دكتور نفسي متخصص. الفضفضة لحد بيفهمك ومش بيحكم عليك ممكن تكون علاج لوحدها، وزي ما بيقولوا الهم اللي بتحكيه بيخف نص. كريم كمان محتاج يلاقي طريقة صحيحة يطلع بيها الضغط المكبوت جواه. ممكن تكون الرياضة بيلعبها بانتظام، أو وقت بيخصصه لهواية بيحبها، أو وقت حلو بيقضيه مع أسرته بعيد عن دوشة الشغل، أو يتعلم طرق الاسترخاء والتأمل، أو يقوي علاقته بربنا بالعبادة والدعاء والذكر. ربنا بيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القوة الحقيقية في شجاعتك إنك تواجه ضعفك الإنساني وتتعامل معاه بصدق ورحمة مع نفسك. القوة في إنك تعرف إمتى تطلب المساعدة وإمتى تاخد راحة عشان تشحن طاقتك. القوة في التوازن بإنك تشيل المسؤولية وبإنك تاخد بالك من صحتك النفسية والجسمانية. زي ما برنيه براون قال: الضعف مش عكس القوة، ده جزء منها. بس إيه العمل لو سبب سكوتنا مش الخوف إننا نبان ضعاف، لكن الكسوف إننا نطلب مساعدة، أو الخوف من كلام الناس؟ إيه اللي بيحصل لما بنبني حيطان من السكوت حوالين نفسنا ونفضل العزلة على الكلام؟ ده اللي هنشوفه في الفصل الجاي. اتكلمنا في الفصل اللي فات عن قناع الجدعنة الكذاب، وعن الضغط اللي بنكتمه جوانا عشان خايفين نبان ضعاف. بس ساعات سكوتنا ده ما بيبقاش عشان خايفين من الضعف، لا، بيبقى عشان مكسوفين أو خايفين من كلام الناس، أو حاسين إن محدش هيفهمنا ولا هيساعدنا أصلا. إيه اللي بيحصل لما بنبني حوالين نفسنا سور عالي من السكوت ونختار العزلة بدل ما نتكلم ونفضفض باللي وجعنا؟ السكوت ده غير الصبر الجميل اللي اتكلمنا عنه، ده سكوت بيوجع وبيخنق وبيبعدنا عن أقرب الناس لينا، وبيحسسنا إننا لوحدنا بنواجه الدنيا بعواصفها حتى لو حوالينا ناس كتير. عايز أحكي لك حكاية سمية. سمية دي ست شكلها من بره هادي ومستقر، متجوزة وعندها أولاد وشغلانة كويسة، بس جواها كانت شايلة هم كبير قوي، مشكلة عائلية معقدة حاسة إنها مسؤولة عنها بشكل ما، وخايفة لو اتكلمت تحصل فضيحة أو البيت يتخرب. السر ده كان بياكل في روحها كل يوم. كل ما سمية تفكر تكلم جوزها أو أختها أو صاحبتها كان بيجيلها إحساس بالكسوف يكتفها. يا ترى هيقولوا عليا إيه؟ شكلي هيبقى عامل إزاي قدامهم؟ ممكن يلوموني أو يبعدوا عني؟ الأفكار دي كانت شغالة في دماغها زي الشنيور، تخليها تقفل بقها وقلبها على اللي جواها. سمية بقت منعزلة أكتر حتى وهي قاعدة وسط أهل بيتها، ضحكتها بقت باهتة، ما بقتش توصل لعينيها. حست إنها شايلة جبل لوحدها، وإن مفيش حد في الدنيا دي ممكن يفهم هي تعبانة قد إيه أو يساعدها. بدأت تحس بمرارة ناحية الناس اللي شكلهم مبسوطين ومرتاحين وهي غرقانة في همومها لوحدها وساكتة. قصة سمية دي بتورينا فخ خطير جدا بنقع فيه ساعات، فخ العزلة اللي بنختارها بإيدينا، والسكوت اللي بيموتنا بالبطيء. بنفتكر إننا لما بنسكت بنحمي نفسنا أو بنحمي غيرنا، بس الحقيقة إننا بنأذي نفسنا وبنحرم روحنا من الدعم والسند اللي ممكن يكون طوقنا جاي. في مقولة بنسمعها كتير قوي بتقول إن الشكوى لغير الله مذلة، والمقولة دي مع إن فيها جزء من الصح لو قصدنا بيها التذمر والسخط على طول الخط، بس ساعات بنستخدمها غلط عشان نبرر لنفسنا إننا ما نطلبش مساعدة أو ما نفضفضش لحد نثق فيه. الإسلام دين واقعي، عارف إن إحنا بشر محتاجين لبعض، محتاجين نتكلم ونتسند على بعض. إنك تفضفض لحد بتثق فيه، حد حكيم وأمين، دي مش مذلة أبدا، دي مشاركة للحمل وطلب للمشورة وبحث عن رأي تاني ممكن يخليك تشوف الأمور أوضح.
مجرد إنك تتكلم عن المشكلة بصوت عالي ممكن يساعدك ترتب أفكارك وتخفف من حدة مشاعرك. وزي ما بنقول الهم لما بيتقسم بيخف. وربنا خلقنا كائنات اجتماعية بطبعنا. العلاقات الحلوة مع الناس جزء أساسي من صحتنا النفسية والروحية. الإسلام بيأكد قوي على أهمية الروابط دي والأخوة في الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين صوابعه. التشبيه الجامد ده بيوضح إزاي قوتنا في إننا نبقى جنب بعض ونسند بعض. ويقول كمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث ده بيرسم صورة عبقرية للمجتمع الإسلامي المتكافل اللي كل واحد فيه بيحس بوجع أخوه ويجري يساعده. لما بننعزل بسكوتنا إحنا بنخالف الفطرة دي والتوجيه الرباني ده. بنبقى فريسة سهلة للوساوس والأفكار السوداء واليأس. الشيطان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بيبقى قريب من الواحد وبعيد عن الاتنين. يعني العزلة بتخلينا أضعف قدام تحديات الحياة وغواية الشيطان. والقرآن نفسه بيوجهنا لمبدأ الشورى لما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. طب لو النبي اللي بينزل عليه الوحي ربنا أمره يشاور أصحابه، يبقى احنا نعمل إيه؟ المشورة وطلب النصيحة من أهل الثقة والحكمة ده دليل قوة وعقل، مش ضعف ولا كسوف. سمية وكل حد بيعاني في صمت زيها محتاجة تكسر سور الخوف والكسوف ده. محتاجة تعرف إن طلب المساعدة مش عيب، وإن في ناس بتحبها وعايزة تسندها. ممكن تتفاجئ برد فعل الناس القريبة منها لما تفتح لهم قلبها بصدق. ممكن تلاقي تفهم وتعاطف ودعم ما كانتش تتخيله. حتى لو ما لقيتش الدعم الكافي في دايرتها القريبة، في دايما اختيار إنها تلجأ لمتخصصين زي الدكاترة النفسيين أو الأخصائيين الاجتماعيين أو مستشارين العلاقات الأسرية مثلا. الناس دي بتدربها إنها تسمع كويس وتقدم مساعدة موضوعية ومفيدة في سرية تامة. باولو كويلو بيقول كلام معناه: لما تقول للناس اتأكد إنك مش بتقول لأ لنفسك. وسكوتنا عن وجعنا ومعاناتنا ده زي ما نكون بنقول لأ لاحتياجاتنا النفسية الأساسية في إننا نتواصل ونتسند. ما تخافش تطلب مساعدة، ما تتكسفش تعبر عن مشاعرك. أنت مش لوحدك في الحكاية دي. دور على دايرتك الآمنة، الناس اللي بتقدر تثق فيهم وتتكلم معاهم بصراحة. خليك أنت كمان الشخص الآمن ده لغيرك. اسمع للناس بقلبك ودعمهم من غير ما تحكم عليهم أو تلومهم. كلنا محتاجين لبعض في الرحلة دي. كسرنا سور السكوت واتكلمنا عن أهمية الفضفضة والسند. بس إيه العمل لو وصلنا لمرحلة حاسين فيها إن كل البيبان اتقفلت وإن اليأس هو المسيطر؟ لو كنا خلاص على وشك ننهار، هل في لسه أمل؟ ده اللي هنكتشفه في الفصل الأخير من حلقتنا. في حلقتنا دي غوصنا سوا في بحر الضغوط اللي بنقابلها: ضغط العيشة وقيود الفلوس، وجع المقارنة، قناع القوة الكذاب، وحيطان السكوت اللي بتخنقنا. ممكن حد فينا بعد ما عدى عليه كل ده يحس إنه خلاص جاب آخره. اليأس بيخيم على قلبه والدنيا بتسود في عينه، ويحس إن الاستسلام هو الحل الوحيد عشان يرتاح من التعب اللي ما بيخلصش ده. ممكن يحس إننا ماشيين في نفق ضلمة ملوش آخر وإن كل البيبان مقفولة في وشنا. اللحظات دي لحظات الإحساس بالضياع التام وفقدان الأمل. دي من أصعب الاختبارات اللي ممكن نعدي بيها. لما الدنيا بتضيق قوي والضربات تيجي ورا بعض ونحس إن طاقتنا خلصت، مجرد التفكير إننا نكمل بيبقى حمل تقيل قوي علينا. بس هل الاستسلام هو فعلا الحل؟ هل اليأس هو آخر المحطة؟ أنا عايز أحكي لك حكاية يوسف. يوسف ده شاب طموح ومجتهد، بدأ مشروع صغير كان بيحلم بيه من زمان قوي. حط فيه كل تحويشة عمره وكل وقته وكل طاقته. في الأول كانت الدنيا ماشية كويس، بس فجأة قابلته عقبات ما كانش عامل حسابها. مشاكل في الفلوس ومنافسة شرسة والسوق اتغير، وحتى الشريك اللي كان مأمن له خانه. الديون كترت والخسائر زادت وحلمه الجميل بقى كابوس بيطارده.
يوسف وصل لمرحلة حس فيها إن كل حاجة انتهت، خسر فلوسه وخسر وقته، وحس إنه خسر كرامته وثقته الناس فيه. فكر بجد يقفل المشروع ويرجع لوظيفة روتينية ما بيحبهاش، وينسى حكاية الأحلام والطموحات دي خالص. سيطر عليه إحساس بالمرارة والفشل واليأس، وكان بيقعد بالساعات لوحده باصص في الهوا ويسأل نفسه ليه؟ أنا عملت إيه عشان أستاهل ده كله؟ في فايدة إن أحاول تاني؟ وفي لحظة من لحظات يأسه دي، وهو بيألف في كتب قديمة، جت عينه على قصة سيدنا يونس عليه السلام، النبي اللي بلعه الحوت في 3 ظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. موقف صعب، تتخيل قد إيه هو صعب وميؤوس منه. بس سيدنا يونس عمل إيه في الموقف المستحيل ده؟ استسلم لليأس؟ لأ، لجأ ربنا ونادى من جوه الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بضعفه ولجأ لقوة ربنا، فكانت النتيجة إيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. القصة دي هزت يوسف من جواه، عرف إن مهما كانت الضلمة اللي جواه شديدة فنور ربنا أقوى ورحمته أوسع. عرف إن اليأس مش من صفات المؤمنين، وإن الاستسلام مش اختيار. افتكر كلام ربنا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من رحمة ربنا ده كفر بعينه. وافتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيريح القلب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني سواء كنا في رخاء أو في شدة، في دايما خير ممكن نطلعه لو بصينا بعين الرضا والصبر والإيمان. المعاني دي نورت في قلب يوسف لمبة أمل من تاني. المشاكل ما خلصتش فجأة، والظروف الصعبة ما اتغيرتش في يوم وليلة، بس في حاجة جواه اتغيرت، وقرر إنه ما يستسلمش. قرر يبص لفشله مش كنهاية، لكن كدرس قاسي اتعلم منه كتير، وقرر يقوم تاني ويدور على حلول تانية ويخبط على بيبان جديدة. يوسف بدأ يكلم مستشارين ماليين ويدور على فرص تمويل جديدة بشروط أحسن. راجع خطة شغله وعدل فيها بناء على الغلطات اللي فاتت. كلم دايرة معارفه وطلب مساعدة ونصيحة بصراحة وشجاعة. الموضوع ما كانش سهل، اتقابل بالرفض والتجاهل ساعات، بس ما سمحش لليأس يدخل قلبه تاني. فكان بيستمد قوته من إيمانه بربنا ومن قصص الصمود والمحاولة اللي مليانة في تاريخنا وتراثنا. وينستون تشرشل بيقول: النجاح مش نهائي والفشل مش قاتل، الشجاعة إنك تكمل هي اللي بتفرق. وتوماس أديسون اللي فشل آلاف المرات قبل ما يخترع اللمبة بيقول: أنا ما فشلتش، أنا بس لقيت 10,000 طريقة ما بتشتغلش. الروح دي روح المحاولة وعدم الاستسلام قدام الفشل، هي اللي بتفرق بين اللي بيحقق حلمه وبين اللي بيدفنه تحت تراب اليأس. بعد شهور من الكفاح والمحاولة الدنيا بدأت تتحسن شوية مع يوسف. لقى مستثمر صغير آمن بفكرته بعد التعديل، قدر يعيد جدولة ديونه، والمشروع بدأ يقوم تاني ببطء بس بثبات. لسه ما وصلش النجاح الكبير اللي كان بيحلم بيه في الأول، بس كان ماشي في الطريق الصح، والأهم إنه استعاد ثقته في نفسه. اتعلم إزاي يواجه الصعوبات بعمق أكبر وحكمة أعمق. قصة سيدنا يونس وقصة يوسف وقصص تانية كتيرة قوي من الواقع والتاريخ بتعلمنا درس مهم جدا: اوعى تستسلم أبدا مهما الطريق بان ضلمة، ومهما حسيت إنك لوحدك ومتكتف افتكر إن في دايما مخرج، وإن بعد العسر يسر. ربنا بيأكد الحقيقة دي مرتين ورا بعض: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مش بس بعد العسر، لأ، مع العسر. اليسر ماشي مع العسر وملازمه، حتى لو مش شايفينه باننا في الأول. ممكن الخطوة الجاية ما تكونش واضحة قوي، ممكن المستقبل يكون مغيم، مش مشكلة. المطلوب منك مش إن أنت تشوف آخر الطريق، المطلوب إنك تاخد خطوة الجاية الممكنة بإيمان وشجاعة. اتحرك حتى لو خطوة صغيرة، اسعى، خبط على البيبان حتى لو شكلها مقفول، ارفع ايدك للسماء وادعي ربنا بيقين
هو اللي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. افتكر إن رحلة الحياة دي مش سباق بنجري فيها عشان نوصل لخط نهاية واضح، دي مسيرة بنتعلم فيها وبنكبر وبنتغير. كل وقعة هي فرصة تتعلم منها، وكل تحدي هو فرصة تطلع قوتك الحقيقية اللي جواك. ما تسمحش للظروف الصعبة إنها تحدد قيمتك أو تطفي نور الأمل في قلبك. إياك تستسلم، إياك تفتكر إن حكايتك خلصت. طول ما لسه في نفس، في دايما فرصة لبداية جديدة ولصفحة جديدة والمستقبل أحسن بإذن الله. استعين بالله وما تعجزش. لو الحلقة دي عجبتك واستفدت فعلا منها، اعمل سبسكرايب وشير ولايك، وحاول تشاركها مع أصحابك أو أي حد تحسه محتاج يسمع الكلمتين دول. وشكرا ليك إن أنت فضلت لآخر الحلقة.